أهلا بكم في نشرة الدستور AI. إليكم أبرز أخبار اليوم. أعرب 8 وزراء الخارجية عن قلقهم من فتح معبر رفح باتجاه واحد، ورفضوا تهجير الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة فتح المعبر في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد مواعيد تصويت الدوائر الملغاة لتجرى بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وبالداخل يومي 10 و11، وإعلان النتيجة 18 ديسمبر. أشادت السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للتطوع بجهود المتطوعين، مؤكدة أنهم يصنعون الأمل ويدعمون المجتمع ويمثلون قوة تدفع مبادرات الخدمة نحو تأثير أوسع مستمر. يتوقع خبراء الأرصاد غدا طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، مع أمطار متوسطة ورعدية على سيناء والبحر الأحمر وخليج العقبة، وأمطار خفيفة تمتد أحيانا للقاهرة الكبرى. ذكرت صحيفة الاندبندنت أن بوتين يواجه خلافا مع ترامب بعد إعلان استعداد موسكو لتزويد الهند بوقود مستمر خلال زيارته لدلهي وتوقيع اتفاقيات مع مودي اليوم الجمعة. يستعد محمد سعد لإطلاق فيلمه الجديد عائلة دياب على الباب بمشاركة غادة عادل ومحمود عبد المغني لتعزيز قوة الطاقم الفني للفيلم. يبدأ عرض فيلم الملحد في دور السينما بمصر يوم 31 ديسمبر بعد جدل طويل وقضايا لوقفه، وأكد المنتج أحمد السبكي جاهزية العمل للطرح اليوم للجمهور. وقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسيبدأ مشواره بمواجهة بلجيكا في المباراة الأولى. كانت هذه أبرز أخبار نشرة الدستور AI اليوم. تابعونا لمزيد لحظة بلحظة على موقع الدستور.